والكرة كانت من جانب رامي ربيعة، نقلت الآن لحسام غالي، أرسلت الأمام. فنان خطير، ضربة جزاء، ضربة جزاء تحتسب، والأهلي وبالتالي عادي، شيء طبيعي جدا، لكن طلب الكرة صح. الكرة اللي نقلت من حسام غالي بصورة راقية لوليد سليمان، وليد سليمان الفنان استقبل الكرة، عرقل من محمد كوفي، وبالتالي ضربة جزاء هي الثالثة في المباراة. يا له من سيناريو السوبر عزيزي المشاهد، سيناريو بدأ الزمالك بهدف، ضربة جزاء زملكاوية ضايعة، تغيرت الصورة بعد ذلك، عادت القافلة الحمراء. وكما يقول عزيزي المشاهد الصحفي جيمس مونتات من صحيفة الجارديان البريطانية، يقول لا شيء يضخ ويفجر الدم في العروق مثل مواجهة الأهلي والزمالك. تصور ذلك عزيزي المشاهد. هذه ضربة جزاء، الشناوي هل يلعب دور شريف إكرامي اللي تألق في هذا المرمى وأبعدها، أم أن عبد الله السعيد اللي سجل من ضربة جزاء في الشوط الأول مرة أخرى ربما يهدي السعادة لجماهير القافلة الحمراء؟ يتقدم، جول أهلاوي ثاني، هدف أهلاوي ثاني يشعل المدرجات ويصدر الفرح في كل مكان لعشاق القافلة الحمراء، ولكنه يصدر الكثير من الحيرة عند عشاق القافلة البيضاء. الأهلي غير الأمور. شوف ضربة جزاء صحيحة لا خلاف على ذلك، وبعد ذلك مرة أخرى عبد الله السعيد يهدي السعادة، كل السعادة لمحبي النادي